بفكر اخد دكتوراه في اداره الاعمال. انا معايا دلوقتي MBA، هل هتفيدني في الاي كوميرس؟ بص اقول لك بصراحه وما تزعلش مني، في عيال مثلا في امريكا وبره عندهم والله اقل من 16 سنه 15 سنه ولا حاجه، وفعلا بيعملوا ملايين الدولارات من الدروب شيبينج ومن بيزنس تانية. العيال دي بيسموهم دروب اوت، يعني ما بيكملوش الدراسة بتاعتهم. فحتة اللي انت لازم تكون مكمل دراسة وماجستير ودكتوراه عشان تنجح قوي في الاي كوميرس وكده، لا مش شرط. بس انا دايما بنصح لو عندك فرصة ان انت تكمل دراسة او تعمل طبعا ماجستير ودكتوراه، طبعا كمل الدراسة كويسة جدا. انا مثلا انا متخرج معايا بكالوريوس هندسة، ما اشتغلتش بالهندسة، بس الهندسة وسعت ادراكي جدا وخلتني يعني افكر بطريقة مختلفة. فانت طبعا لما تيجي تكمل الدكتوراه ان شاء الله هتلاقي برضو التفكير بتاعك مختلف، فهيفيدك بقى سواء اي كوميرس او اي حاجة في الحياة. فانا رأيي لو تعرف تعمل الاتنين في نفس الوقت يبقى كويس جدا. ممكن تبتدي تتعلم اي كوميرس ودروب شيبينج وانت بتاخد الدكتوراه بتاعتك. فربنا يوفقك ويكرمك ان شاء الله.